ايه لستة الاسهم اللي انا شاريها، او انا ايه الاسهم اللي انا شاريها النهارده، وانا بشتري ازاي؟ دي حاجه انا ما اقدرش اقولها لك هنا في القناه، لكن لو انت عايز تعرفها بتبعت لنا على الواتساب اللي قدامك ده. عندنا برامج تعليميه، برامج التعليميه دي مش عباره عن فيديوهات بتتفرج عليها، عباره عن دعم يوم بيوم، بتبقى معانا على الواتساب كذا شهر. في الشهور دي انت بتفهم انا بعمل ايه وبعمله ليه، وبتتعلم. الموضوع مش موضوع انا بعمل ايه، موضوع انا شايف ان ده كويس علشان واحد اتنين تلاته، فتبدا تتعلم انت وتفهم الخطوات وتمشي خطوه خطوه لحد ما تبقى انت راجل محترف وبتفهم في البورصه. وكل مره بقول لكم الفرق ما بين اللي بيكسب في البورصه واللي بيخسر هو ان واحد اتعلم صح، واتعلم مش معناها دخل الجامعه، اتعلم معناها ان هو شاف مصدر تعليمي محترم، ومش لازم يكون انا اشوف اي حد تاني اتصل فيه روح اتعلم معاه. لكن ما تسيبش نفسك بدون تعليم علشان هتتبهدل، سواء حضرتك جاي من تحت الصفر وما تعرفش يعني ايه بورصه، اول مره تسمع كلمه بورصه دي عن طريقي، او انت راجل بقالك 20 سنه بس بتخسر برضه في البورصه، روح لحد ما بيخسرش. انا ما خسرتش بقالي 10 سنين في البورصه مطلقا، مش ما خسرتش، وبشرح الموضوع ده، مش ما خسرتش يعني ما اشتريتش سهم ونزل، بشتري حاجات وتنزل، ببيعها بمكسب في الاخر، لان انا عارف ده يتجاب بكام وده يتباع بكام. ومش معناها برضو ان انا محفظتي عمرها ما بعت سهم بخساره. توتال المحفظه مثلا 10 اسهم في سهم خسران بتحصل، التسعه الباقيين كسبانين وكسبانين كويس، فتوتال المحفظه دايما الحمد لله الحمد لله الله اكبر بقالي 10 سنين كسبان. ليه بيحصل معايا كده؟ وليه في الاول كنت بتبهدل؟ ليه كنت بخسر بال 30 و40%؟ واول سنه دخلت 70% خساره من راس المال، يعني مبلغ كانت حاجه صادمه بالنسبه لي، وجالي اكتئاب وكنت متدمر زمان، لاني ما كنتش فاهم، لاني كنت داخل مع الزحمه، داخل اتعلم من جروبات الفيسبوك، داخل اجرب حظي، داخل اخاطر بفلوس. يعني ما كنتش فاهم يعني ايه ان خساره الفلوس مؤلمه، وانها لما بتحصل في فتره صغيره وهي جايه اصلا من فتره كبيره، كانت تحويشتي وتحويشه اهلي ومش عارف ايه، بتبقى مدمره نفسيا. يا جماعه ثمن التعليم اقل من اقل صفقه خاسره هتعملها لو اشتريت سهم غلط. يعني اقل سهم هتشتريه افترض ان انت حاطط راس مال متوسط، هتخسر اكتر من ثمن التعليم ده، لكن هيوفر عليك ان شاء الله طبعا الخساره يعني. عايز تتعلم بورصه صح ومظبوط، تبعت لنا على الواتساب على في البروفايل. طيب سريعا كده، انا متفائل تجاه البورصه المصريه ان شاء الله في 2025، ومتفائل دي معناها ان انا شايف ان شاء الله البورصه هتطلع، لكن برضو في دايما حاجه اسمها ريسك فاكتورز، في عوامل مخاطره. ريسك فاكتورز، التوترات الجيوسياسيه، ترامب يعمل اي حاجه، قرار مجنون ياثر على الاقتصاد العالمي كله. طبعا هو اوريدي بدا، يعني هو التعريفات اللي عمال يعملها ويرفع الجمارك على البلاد اللي يعني هو داخل بطريقه. ومشكله ترامب ان هو ان اكسبكتد، يعني انت هو راجل واضح لما بيتكلم بيعمل، بس هو المشكله ان هو ممكن يطلع في دماغه حاجه فجاه يقوم عاملها. فاحنا بالتالي طبعا في ريسك فاكتورز، في حاله الاقتصاد العالمي انت مرتبط بيها، في ان لو البورصه الامريكيه انهارت، ما احنا كل العالم مع بعض، كله بينزل مع بعض وكله بيطلع مع بعض. يعني البورصه الصينيه لو انهارت بتاخد الدنيا كلها معاها، فالدنيا كلها بتمشي مع بعض. فطبعا اي حاجه في الدنيا فيها عوامل مخاطره، ومفيش حاجه اسمها يقين 100%. هتقول لي الله، طب ما لما مفيش يقين 100% انا اشتري ليه؟ ما هو انت لازم تبقى فاهم تحسب الريسك وتحسب المخاطره، وعلى هذا الاساس بنسبه الريسك بتحط مبلغ معين، ونسبه الريسك في السهم كمان نفسه. ما هو كل سهم ليه نسبه ريسك، السهم ده ممكن يتحط فيه الرقم ده، السهم ده ما ينفعش يتحط فيه اكتر من كده. انت بتحسب الريسكات غلط، فبتخش تحط مثلا نص فلوسك في سهم ما ينفعش يتحط فيه غير العشر، او ما ينفعش تحط فيه فلوس اصلا. فبالتالي طبعا المحصله الخساره، لانك لم تتعلم بورصه جيدا. في طريقتين تتعلم البورصه: الهارد واي، تخش تتشلفط زي ما انا شلفطت ب 2006، مش فاكر لحد كام، 2011 بعد بتمسح بيها البلاط، يعني خسرت بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها. دي الطريقه الجميله الصعبه. في طريقه ان انت تشوف واحد اتشلفط وتشوف هو اتشلفط ليه، وتفهم منه عشان انت كمان ما تتشلفطش ان شاء الله، وتبدا انت بقى ايه، تبدا مظبوط. عايز تتعلم، عايز تبقى تعرف انا بشتري ايه وما بشتريش ايه، واتساب قدامك.